ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض قراقيش بحشوة العجوة، هتعجبكم جدا. بسيطة وسهلة وكمان مش مكلفة. بخطوات بسيطة كده هنوصل لقراقيش مظبوطة، مش ناشفة قوي ولا طرية وجميلة جدا. يلا بينا. معايا 3 أكواب من الدقيق، حطيت عليهم رشة ملح ومعلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خميرة، وخلطت المكونات كده ببعضها كويس. هسيب المقادير في صندوق الوصف. وحطيت هنا نص كوباية سمنة وعليها ربع كوباية زيت، نص سمنة وربع زيت. قلبتهم كده شوية، بس طبعا بكمل بإيديا عشان لازم أخلط الدقيق بالمادة الدهنية كويس قوي. بفضل بإيدي كده أفرك لحد ما أشرب كل ذرات الدقيق بالسمنة والزيت. الخطوة دي مهمة جدا، ما ينفعش ان احنا نتكاسل عنها. بعد كده معايا مية دافية، طبعا على حسب الدقيق، على حسب ما بيستوعب كمية المية. في ناس ممكن تاخد نص كوباية، في ناس كوباية الا ربع. المهم هوريكم توصل لايه في الاخر. بضيف المية وشوية بشوية كده عشان العجينة ما تطرش مني. وممكن على فكرة نضيف في العجينة معلقتين سمسم برضو. بصوا، المهم نوصل ان احنا لما نعملها بايدينا كده تكون طرية وملساء، ونضغط ما نلاقيهاش بتشقق معايا من الجناب. بعد كده ده كان نص كيلو عجوة. طبعا انا مش هستعملها كلها، انا كنت بجهزها عندي بس عشان تكون جاهزة. حطيت عليها معلقتين من السمنة ومعلقتين من السمسم، معلقتين كبار سمنة ومعلقتين كبار سمسم. خلطتها كويس بايدي لحد ما وصلت للشكل ده كده. يلا بقى اوريكم هشكلها ازاي بحيث صوبع القراقيش يكون العجوة ملياه كله من الجناب وما تكونش سميكة قوي، يعني نظبطها حلو قوي. حطيت كيس فويل تحت وكيس فوق، وبدأت بالنشابة الصغيرة اللي انا حطها على جنب دي افرد العجوة كويس قوي. هو الجزء بس اللي وانا بفرده فيه للأسف ما كانش بيصور، فانا فردتها وسويتها كده ايه من الجناب وقطعتها بالطول زي ما انتوا شفتوا. دي العجينة بتاعتي كلها، اخدتها كده برمتها، وبعد كده بدأت هقسمها علشان اعرف اشتغل بيها كويس. جزء كده وهبدأ اعمله مستطيل. عايزين نخلي بالنا من سمك العجين، ما يبقاش رفيع قوي وما يبقاش تخين قوي، وسط، لانها لسه بسيبها تخمر فبترفع تاني. الجزء اللي اخدته لما فردته كان بالشكل ده كده. هبدأ اخد اول مستطيلة من العجوة واحطها. الطريقة دي حلوة جدا ولو جربتوها هتعجبكم قوي. بساوي كده، انا عايزة العجين يكون على قد العجوة ومش هتجزعي منها او هتضايقك، لان انا عاملاها رقيقة، بس عاملاها بحيث تكون القرقوشة كلها مليانة بالعجوة. قفلت عليها كده وهظبطها بايديا، نسويها بقى كده من الجناب، وبالنشابة كده بالراحة افردها لحد ما تبقى معايا بالشكل ده كده. بجهز الصاج بتاعي وحاطه فيه ورق فويل ومش ورق زبدة عفوا. وممكن عادي تدهني الصاج وتحطي فيه على طول، ممكن تقطعي بسكينة، بس انا بالنسبة لي القطعات دي بتكون اسهل كتير. بالشكل ده كده. وهبدأ ارص في الصاج، ارصها واعمل حساب ان هي لسه حجمها بيزيد معايا. طبعا بعد ما بخلص ولسه هسيبه تقريبا نص ساعة يرفع ويخمر معايا، بشغل الفرن على درجة وسط كده. اهم حاجة في المخبوزات انها تدخل على فرن حامي، لانها لو دخلت على فرن بارد هتهبط معاكي ومش هتبقى كويسة. مرة كمان كده هوريكم ازاي بشكلها. طبعا العجين اللي انا بسويه وبيطلع برجع تاني ألمه واعمل بيه، يعني مفيش حاجة بتترمى. بقفل كده العجين على العجوة وبسويه من فوق ومن تحت، بشيل الزيادات كلها.
اتمنى لو الفيديو عجبكم انكم تعملوا لايك ليه وتسيبوا لي تعليق رأيكم، وكمان لو حابين اعمل لكم وصفة معينة. انا مش بنسى حد بيطلب وصفات، بس المشكلة ان انا بكون مصورة حاجات بقالها فترة فلازم بنزلها بس بالترتيب. وياريت اللي مش عامل اشتراك للقناة ويعملها ويفعل الجرس عشان يوصله كل فيديو جديد انا بعمله. بصوا العجوة واصلة من فين لحد فين، حلوة جدا. برص كده كل الكمية بتاعتي في الصاج. طبعا بغطي الصاج بورق استرتش وبسيبه في مكان دافي. وهنا بعد ما سبتها وخمرت كده بجيب لبن. طبعا انا ما فيش بقى دهان البيض دلوقتي غالي وكده، احنا عايزين نعمل حاجة ما تكلفناش كتير، فبدهن لبن وبحط سمسم وبرجع ادهن تاني لبن بالراحة بالفرشة من فوق، بيخلي السمسم يمسك في القراقيش وما يقعش من عليها. حطيتها في الرف اللي نص وفتحة تحت وفوق درجة حرارة 180. يا رب تكون عجبتكم الوصفة.